ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهارده فطيرة الجلاش او بيتزا الجلاش زي ما تحبوا تسموها. بس طعمها جميل جدا وسريعة ومش هتتعبك خالص خالص. هنا جبت معلقة سمنة على النار ونزلت فيها الفراخ. مقطعاها يعني زي الشاورما كده رفيع. قلبيها تقلبتين اتنين في السريع كده. ما تسويهاش، انا مش عايزاها تتسوى، انا عايزاها على نار عالية. المسام بس بتاعتها تتسد كده. هنزل عليها بالملح وفلفل اسود وبابريكا. قلبيها وانزلي عليها ببصلة متقطعة صغير. برضو البصلة تاخد تشويحة كده في السريع. مش عايزة اسويها. ليه انا كل حاجة بقول مش عايزة اسويها؟ لان لو قعدتي لكل نوع خضار تسويه، هتبص تلاقي في الفراخ في الاخر الفراخ بتاعتك نشفت. وطعمها مش حلو، مش باين اصلا انك بتاكلي فراخ. فحطيت البصل اهوت ويا دوب قلبتها تقلبتين وهنزل بالفلفل الالوان. حطيت فلفل اصفر واحمر واخضر. برضو هتقلبيه تقلبتين تلاتة كده وخلاص. هنا بقى انا كنت هحط او حطيت معلقة دبس رمان ومعلقة صويا صوص. الخطوة دي اختياري. بس انا بحبهم مع الفراخ، بيدوا نفس جميل جدا وطعم جميل. بس زي ما قلت لكم هي اختياري، لو مش موجود عندكم بلاش. خليه برضو ياخد تقلبتين كده لحد ما دبل معايا اهوت. برضو كله على نار عالية عشان ما فيش حاجة تنزل المية بتاعتها. هركنه على جنب بقى وهعمل التشريبة بتاعة الفطيرة. هنا جبت بيضة واحدة وهحط عليها نص مج لبن، اللي هو المج بتاع الشاي ده. وبنفس المج برضو تحطي ربعه زبدة سايحة. يعني سيحي الزبدة بتاعتك علشان تساعدك على طول في الدهن. وهحط ملح وفلفل اسود. كمان بقى ضروري يا تحطي بيكنج باودر او تحطي بيكنج صودا. انا حطيت بيكنج صودا. دي مادة رافعة وبتخليش الفطيرة معاكي مبلطة كده ولازقة في بعضها، لا بتخليها مورقة كده وجميلة. خلاص هركنه على جنب بقى. وكنت فردة هنا الجلاش اهوت ومغطياه بالفوطة علشان ما ينشفش. جبت صاج كبير كده ودهنته سمنة برضو. اللي فيه دي سمنة بس مش مسيحة بقى عشان الجو ساقع فهي ماسكة يعني. هنا انا الجلاش انا هعمله ورقتين بورقتين، مش واحدة بس. وما تخافوش برضو بيبقى حلو ومظبوط. ورقتين بورقتين. والفطيرة ديت انا استعملت لها لفتين اتنين. او يعني انا دايما بستعمل لفتين اتنين من الجلاش. بيطلع معاكي مش رقيق ولا ناشف ولا تخين ومعجن، لا هو الورقتين الاتنين بيبقوا مظبوطين معاكي. خلاص. الصفة اللي تحت استعملت لها لفة جلاش. وبعدين هاخد نص الحشوة هحطها. وفوق هحط بقية هحط اللفة التانية. خلاص يبقى لفة تحت ونص الحشوة في النص ولفة التانية فوق. هنا فردته اهوت كويس وافرديه كويس علشان ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية وبالذات في الطروف كده. وحطيت عليهم جبنة موتزاريلا. الجبنة في النص اختياري. بس هي ادت طعم حلو. افرديها زي ما قلتلك بقى مظبوط كده. وبعدين كملي الطبقات التانية بتاعتك. ودهنيها برضو ورقتين ورقتين ما تنسيش. خلاص. هجيب بقى ايه بقية الخلطات. انا كنت خدت نصها وسبت نصها. هحط عليها بقية الجبنة. ما تحطيش الحشوة بتاعتك دي في الأول كده وبعدين تحطي الجبنة. لو حطيتيها كده على الوش هتداري الألوان الجميلة دي وهتطلع يعني مثلا مش هتعرفي تقولي هي مكرونة بشاميل ولا هي ايه. فكل الخلطة اعمليها مع بعضها، الحشوة مع الجبنة. وضروري تجيبي قرن شطة تقطعيه برضو أخضر أو فلفل. وطماطماية تقطعها مكعبات برضو. وتخلطي كله في بعضه كده وبقية التشريبة حطيها. اهو خلطته كله في بعضه كده. لما بتخلطيه كله في بعضه هيديكي في الاخر لون جميل جدا زي ما هتشوفوا. عكس ما تحطي الجبنة وتغطي كل حاجة. شايفين بقى؟
اهو ده الشكل اللي انا بقول لكم عليه لما تخلطوا الخضار مع الجبنه بالشكل ده كده. عايزه تقطعي تقطيعه سليمه او مظبوطه معاكي، دايما اقطعي اي حاجه من النص، من النص، وانتي بعد كده هتعرفي تحددي تقطعي ايه من الطرفين الاتنين. اه قطعتها من النص وبعدين الطروف، وبعدين جيت تاني من النص اهو ضيرت الصاج وقطعته من النص، وبرضو هعمل من الطرفين الاتنين. كده هتطلع معاكي مظبوطة التقطيعة ومش هتغلبك. وزي ما قلت لكم بصوا الالوان جميلة ازاي بقى كده. دايما حتى لو بتعملوا بيتزا او بتعملوا اي حاجة، حط الخضار مع الجبنة هتديك الشكل الجميل ده، مورقة ومن تحت كانت اللون زي كهرمان. بصوا اما وقعت وهتقع مني تاني برضو انا مش متحكمة فيها عشان سخنة خالص، الجبنة سايحة زي ما انتوا شايفين، وهتقع اهي. زي ما انتوا شايفين كده اللون زي الكهرمان. جربوها بقى. يلا سلام عليكم.